أنا من أهالي مناطق الشهباء. طبعا نحن بدورنا مندين ومنستنكر كافة الهجمات اللي عم بتصير على أهالي الشهباء بمناطق الشهباء، اللي موجود فيها أهالي الشهباء وأهالي عفرين، الأغلبية اللي فيها الناس النازحين اللي لجأوا لمناطق الشهباء. طبعا هدف الحكومة التركية من هاي الاستهدافات هي تفتيت اللحمة الموجودة بين أهالي الشهباء وأهالي العفرين وابتعادهم عن القضية، عن المبدأ اللي هن عم بيناضلوا لأجله، اللي هو رسم خريطة الرجوع إلى منطقة عفرين، يعني لحتى يحسنوا يشتتوا الأهالي اللي موجودين بالمنطقة، ولحتى يكسبوا أكبر، لحتى يحسنوا يكسروا هاي اللحمة بنزوح أهالي المنطقة، إن كان أهالي عفرين ولا أهالي الشهباء، من مناطق الشهباء لمناطق تانية، لحتى يحسنوا يستحكموا بهاي المنطقة اللي هي منطقة استراتيجية للشعب اللي موجود هنيك. يعني هلأ الاستهداف اللي عم تستهدفه الحكومة التركية إلى أبعاد كتيرة، يعني واحد من هالأبعاد هاي يعني الهجوم على الشعب بالدرجة الأولى، لأنه الشعب بالنهاية يعني ملجأه الوحيد هي هديك المنطقة اللي ضحت ودافعت وقدمت شهداء كتير، يعني وأولى القضايا لهي المنطقة أنه الرجوع على منطقة عفرين. يعني النضال اللي موجود، الساحة اللي موجودة هي تحولت لساحة بركان، ساحة سياسية، ساحة عسكرية، ساحة منفتحة للنضال. لهالسبب هذا الحكومة التركية يعني عم بتصب كل غضبها لهي المنطقة لحتى تحسن تفتت وتفك هي اللحمة اللي موجودة بهي المنطقة. طبعا أهالي الشهباء وأهالي العفرين اللي موجودين على هي المنطقة يعني ما رح يوقفوا النضال اللي هن يعني النضال اللي هن يعني عم بيناضلون لأجله، اللي هو يعني مشروع الأمة الديمقراطية ومشروع القائد عبد الله أوجلان، لحتى نحن نحرر كافة المناطق، مناطق الشهباء اللي محتلة من قبل الحكومة التركية، ومناطق عفرين اللي هلأ هي تحت سيطرة الحكومة التركية. رانيا جعفر. بداية نريد نستنكر كافة الهجمات بحق شعبنا العفريني بالشهباء. طبعا احنا ما بدنا نحدد الشعب، طبعا في شعب جميع المكونات بالشهباء. للأسف شفنا المؤامرة اللي كانت بحق الشعب العفريني، وكيف تم احتلال عفرين، وكيف نزح الشعب لمنطقة على الأساس آمنة. بس للأسف بين الحين والحين عم نشوف هجمات بحق المدنيين، اللي عزلوا، بالاخص مجزرتين بحق الشعب بتل رفعت. اول مجزره اللي راح ضحيتها اطفال ونساء، والمجزرة الثانية كمان للأسف كمان أطفال ونساء وفيهم شيوخ كمان. الدولة التركية عم بتريد كسر إرادة الشعب الموجود واللي عم بيقاوم بالشهبة. طبعا عم نشوف كل يوم بيومه مقاومته تحت الخيام، خاصة بهالظروف الصعبة ونحن بظرف الشتاء البارد. يعني عم نشوفوا مقاومته كل يوم بيومه، كيف عم بيقاوم، كيف المرأة بالأخص المرأة كيف هي عم بتقاوم، كيف عم بتلملم حواليها أطفالها مشان يضلوا ثابتين بالشهبة، حاطين هدف قدامهم. هدفهم هو طبعا رجوعا لعفرين، ورجوعا لأرضهم، رجوعا لأرض عفرين الطيبة اللي حضنت بحرب سوريا، اللي حضنت جميع المكونات الشعب السوري بعفرين، اللي حضنتهم كأم كيف بتحضن أطفالها. بس للأسف هالهجوم اللي عم بيصير على الشهبة هو إنه يعني بداية لضعف إرادة الشعب، بس عم نشوف كل يوم بيومه مقاومته عم تزداد. وإن شاء الله إلى قدام يعني هالمقاومة هاي يكون هن تعطي ثمرة حلوة، وثمرة حلوة راح تعطيهم برجوعا لعفرين لأرضهم ولترابهم. والشجر اللي انقلع، الزيتون، الشجر اللي عم بيقلعوه بالاخص من شرشه، اللي هو اللي عم بيخلي اني بالعكس نحن هن اللي بيقلعوا. نحن بالشهباء عم نشوف الشعب عم بيزرع الشجر هذا، وعم بيزيد من طبيعه الشهباء وجمال طبيعه الشهباء. والمقاومه هي اللي عم بتصير شوكه بالهجوم اللي يعني عم بتصير شوكة بحلق شو اسمه العدو التركي.
طبعا مقاومتهم عم نشوفهم كنا كيف امتنع، والحصار اللي صار عليهم منع ان دخول البترول لمنطقة الشهبة، ضلوا وتكاتفوا بين بعضهم، يعني من لا شيء عملوا شيء. طبعا بقلوبهم الدافئة دفوا هن بعضهم وحضنوا بعضهم، وبمقاومتهم الحلوة ضلوا هن متدفين، وبتكاتفهم مع بعض ومحبتهم خلت قلوبهم دافئة. وخاصة شفناهم اني بالعكس يعني مثل ما عم نشوف اني كل يوم بيومه هالمقاومة عم تزداد، بدل ما تضعف عم تزداد. طبعا حاطين هدف قدامهم رجوعا لعفرين. من نادي وبنستغيث طبعا من نادي أكثر شيء للشعب، للحقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية، إن يقفوا جنب هالشعب هذا ويدعموهم معنويا ويدعموهم نفسيا قبل الماديا، لأنه الدعم المعنوي هو اللي بيعطي الطاقة الإيجابية لهالشعب المقاوم واللي عم يصمد صمود الشجرة الزيتون بعفرين.